ربحت 500 دينار في اقل من شهر وما غير ما عملت حتى مجهود. وكانت تحب تعرف كيفاش؟ تفرج في الفيديو هذا. نهار 9 جوان 2023 شريت اسهم نتاع ديليس من البورصه التونسيه ب 12 دينار السهم، وبعتهم ب 13 دينار و700 فرنك السهم نهار 5 جويلية 2023. يعني في اقل من شهر ربحت دينار و700 فرنك على كل سهم شريته، يعني ربح كامل بقيمة 500 دينار في أقل من شهر. بالطبيعة ما ربحتش كان 500 دينار، ربحت في نفس المدة هذه قدهم وأكثر منهم في شركات أخرين. حكيت على سهم ديليس على خاطر عمل أحسن بورسنتاج في جوان 2023 بالنسبة للاستثمارات اللي عملتهم. البورصة راهي ماهيش قمار وزهر وماهيش زادة ربا. علاش ماهيش قمار وماهيش زهر؟ خاطرك ماكش باش تشري بالزهر وتبيع بالزهر، فما برشا عوامل دي فاريابل لازمك تقرا لهم حسابهم باش تعرف بالضبط شنو هو السهم اللي لازمك تشريه ووقتاش تشريه ووقتاش تبيعه، وهكاك ما تنجم كان تربح جلوبالمون. يعني حتى كان ساعات تنجم تخسر، الربح نتاعك ديما باش يغطي اي خساره تنجم تتعرض لها. هذاك علاش فما برشا عباد خدمتهم الكل تقوم على التداول في البورصه ويدخلوا في 10 و20% من الفلوس اللي يحطوهم في البورصه كل عام. يعني كان تحط 10 ملايين تربح 2 ملايين، وكان تحط 100 مليون تنجم تربح حتى 20 مليون في العام. وبالطبيعه اللي تربحه تنجم تعاود تحطه باش تزيد في ارباحك للعام اللي بعده، وهذا يتسمى الكومباوند ايفكت. البورصه زاده على عكس ما يقولوه البعض ماهيش ربا، خاطر ماكش تسلف في فلوس وتاخذ في ربا. كي تشري سهم في البورصه معناها شريت نسبه من الشركه نتاع السهم هذاك وتربح من ارباحها لين تبيع حصتك منها وقت ترى انه الشركه هذيك ما عادش تنجم تتوقع منها ارباح. كان تحبوا تعرفوا اكثر على البورصه وعلى الاستثمارات اللي تنجموا تدخلوا فيهم من غير ما تستحقوا برشا فلوس باش تحقق ربح من غير زاد ما تعطي برشا من وقتك، قولوا لي في لي كومنتير ونجاوبكم عليهم.